اليوم الاثنين 12 آب هو ذروة شهب البرشويات، وتحدث هذه الذروة الساعة 5 من بعد الظهر. وكما نعلم أن شهب البرشويات هي شهب سنوية، وفي هذه السنة يكون موسمها من 17 تموز إلى 24 آب، لكن هذا اليوم الاثنين هو يوم الذروة. طبعا الساعة 5 تكون الذروة لهذه الشهب، لكن احنا عندهم في الأردن يكون مركز الإشعاع تحت الأفق، ويشرق مركز الإشعاع حسب التوقيت الأردني وحسب موقع الأردن الجغرافي الساعة 8:12 مساء، ويرتفع في السماء حتى يصل إلى أعلى ارتفاع له اللي هو الساعة 4:30 صباحا، بيصل لحوالي 60 درجة في السماء. طبعا أفضل وقت لمشاهدة هذه الشهب هي بعد الساعة 11:30 بسبب غروب القمر، لأن القمر يغرب الساعة 11:30، فبالتالي ننصح المهتمين بمتابعة شهب البرشويات أن ينظروا إلى السماء جهة الشمال الشرقي وفي الاتجاهات المختلفة بعد الساعة 11:30 الليلة، وحتى صباح الغد الساعة 4:30 أو إلى 5 صباحا، فلعلهم يستمتعوا بالشهب. وقد يكون هناك كرات نارية بألوان جميلة وخلابة، ولا بأس لو قاموا بالتصوير بشكل عام. وطبعا المناطق كل مناطق المملكة ممكن تشوف هذه الشهب، لكن الأفضل هي المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، الأرياف، الصحاري بشكل عام، مثل وادي رم، البتراء، الحرانة، الأزرق، الشمال، القرى في الشمال، القرى في البادية الشرقية، يعني المناطق البعيدة بشكل عام عن التلوث الضوئي. فرصة رؤية 60 شهاب في الساعة إذا كانت هناك معايير بيكون متوفرة بشكل عام.